كل سنة وانتم طيبين. سنة جديدة داخلة علينا، كلنا فيها متفائلين ان شاء الله ان اللي جاي يكون احسن. انا بهدي الفيديو ده لأسرة الفاميليا لانهم احلى حاجة طلعت بيها من 2024. على قد ما السنة كان فيها تغييرات كتير وحاجات كتير قوي صعبة، بس كان فيها حاجة حلوة او حاجات كتير قوي حلوة. فأنا حابة إن أنا أهدلهم الفيديو ده. الفيديو ده هجاوب فيه على تساؤلات هم بالفعل سألوها، وأكيد ناس كتير قوي منكم حابين يعرفوا إجابات. في حد سأل أنا نفسي مقلقش من اللي جاي، ونفسي إنه التفكير الزيادة، عقلي مش قادر يوقف تفكير، بفكر كتير جدا طول الوقت، بفكر سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. في حد كان بيقول أنا بقعد أضغط على نفسي علشان خاطر أعمل أكتر من اللي أقدر عليه، بحس إن أنا مش عامل اللي عليا، عمال أضغط على نفسي طول الوقت. وفي حد قال إنه بالنسبة له في حاجات كتير قوي مزعجة ومش عارف يتعامل معاها، زي مثلا في أصوات معينة لو سمع أصوات عالية ده بيخليه حاسس بالإزعاج. لو في مضطر مثلا ان هو يعمل خرم شنيور في الحيطة، ده بيخوفه جدا، لانه عنده ذكرى معينة انه لما كان في حد قبل كده عمل استخدم الشنيور في بيت من البيوت، فدوت أثر على البيت دوت و أدى لانهياره. ده من ضمن الحاجات اللي هو نفسه يتخلص من الخوف منها، لدرجة ان بيته كله مفهوش ولا برواز متعلق. في حد قال انا نفسي ابطل انصح الناس، بلاقي نفسي كل ما اسمع حد في مشكلة الاقي نفسي تلقائي بنصح الناس، والناس بتضايق ان انا بنصحهم، فانا نفسي ابطل انصح الناس كتير. كل ديت حاجات هنحاول ان احنا نجاوب عليها في فيديو النهاردة. نمسك حاجة حاجة. بالنسبة للتفكير الكتير، عقلنا ما بيعرفش يعمل اي حاجة غير ان هو يفكر. ففكرة انه انا عقلي طول الوقت عمال يفكر باستمرار وقلقان على طول وشايل الهم وكده، ده طبيعي في وقت الضغط النفسي، ووقت ان انا ورايا حاجات كتير اعملها، في التزامات ورايا، فطبيعي ان انا ابقى مضغوط وعمال افكر كتير في كل الحاجات اللي ورايا وكده. طيب هل في طريقة ان انا اوقف بيها تفكير؟ في طريقة ممكن نوقف بيها تفكير، بس بتعوز تدريب شوية، اللي هي حاجة اسمها mindfulness او اليقظة الذهنية، او ان انا اعيش اللحظة. ايه موضوع اعيش اللحظة ده؟ ان انا ببدأ ادرب مخي ان هو بدل ما انت عمال تفكر طول الوقت في افكار متسلسلة مش بتفيدك باي حاجة، طب جرب ان انت تقعد تعمل جلسة تأمل وتتأمل مثلا في حاجة في الطبيعة، بس قاعد انت ما بتعملش اي حاجة غير ان انت بتتأمل في الطبيعة، بتتفرج على السماء وشكل السحب والاشكال بتاعتها المختلفة، او بتتفرج على الشجر والأوراق وكل ورقة ايه التفاصيل بتاعتها، التركيز في التفاصيل. دي طريقة من الطرق. أو بستخدم الرسومات اللي هي زي المندالة اللي فيها تفاصيل كتير، ان انا بقعد مركز قوي في ان انا اعمل تفاصيل كتيرة. او بستخدم اي حاجة هاند ميد يدوية ابدأ ان انا اعملها بايدي، ده يخليني اركز. يومي ما يعديش معايا كده ان انا بصحى من النوم بقوم بعمل اي حاجة من غير ما اركز فيها، لا، انا وانا بعمل كوباية الشاي انا بركز وانا بحط السكر في الكوباية لونه ابيض، الشاي لونه بيتغير، المية وهي لونها بيتغير من لون للون، ملمس الكوباية وانا بلمسها. كل الحاجات دي بتخلي العقل يبدأ ينتبه للحظة الحالية، وما يفضلش طول الوقت عمال يا إما بيفكر في اللي فات
يا اما بيفكر في اللي جاي. من الحاجات الحلوة قوي اللي بتساعد كتير جدا ان المخ يهدى ويبطل تفكير، ان انا اصلا اكون شخص متسامح مع نفسي. عادة الافكار السلبية اللي انا بقعد افكر فيها هي حاجات بلوم فيها نفسي كتير، اللي هو يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني كنت احسن من كده، إيه انا ندمان من الحاجة الفلانية، انا غلطان في الحاجة الفلانية. ففكرة ان انا اسامح نفسي واعدلها وافوت لها غلطاتها، ده هيساعد كتير في ان الافكار السيئة عن نفسي تقل. لما اقول لنفسي انه اي تجربة في الدنيا وارد ان هي تنجح او تفشل، انا كشخص طبيعي ان انا بجرب، طبيعي ان انا وقت ممكن انجح في الحاجة اللي بجربها، طبيعي ان انا اتلخبط، بس انا هفضل اتعلم. ده هيساعد كتير في انه طاقة التفكير الزيادة دي تهدى كتير. خلينا نتكلم برضو عن فكرة التسليم وازاي ازيد في التسليم اكتر، وازاي ابقى متقبل الاقدار، متقبل كل اللي بيحصل في الحياة. السؤال بقى بتاع التسليم، ازاي اسلم اكتر؟ التسليم مرحلة عالية جدا من الادراك، مرحلة عالية قوي 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 من الوعي. التسليم هو المرحلة اللي انت شايف فيها احداث الحياة من فوق، لان انت كده طاير في السماء وشايف البني ادمين، وشايف البني ادم اللي جاي دلوقتي مثلا بيتخانق معاك او عامل معاك مشكلة، بس شايفه من اول ما كان طفل صغير وكان عنده مشاكل في حياته، او ان هو عايش حياة صعبة فوصل ليك بالفيرجن ده او بالنسخة دي، فبقى بيتعامل معاك بالشكل ده. فانت عايش في حالة تسليم اللي هي مش تقبل للإهانة أو الإساءة، لا، تفهم وإدراك ووعي إنه خلاص هو أنت كده وجايلي بالنسخة دي دلوقتي تعمل معايا بالشكل ده عشان كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن تمام أنا متقبل ومسلم إنه مفيش فيرجن تانية أو مفيش نسخة تانية كانت هتطلع لي غير كده، لأنه حياتك دي كلها أو اللي انت اللي مريت بيه ده كله هو السبب في النسخة اللي انت واصل لي بيها دلوقتي. فهعمل ايه؟ مش هحاول أغير الشخص اللي قدامي، ده نوع من أنواع التسليم. مش هحاول إن أنا أغيره البني آدم تاني، هتقبله زي ما هو. عرفت أتعامل معاه هتعامل معاه، عملت مش عارف أتعامل معاه هنسحب. لكن فكرة ان انا ابقى بقاوم الشخص اللي قدامي او طريقته معايا، او ان انا عايزة اغيره لحد تاني او كذا، هو ده اللي بيتعب جدا. فنوع من انواع التسليم ان انا بتقبل ان كل شخص في هذه الحياة مر بظروف معينة، الظروف دي هي السبب ان هي شكلت شخصيته، فانا مش هقدر اغير الداتا. انت بتتعامل مع موبايل غير محدث، نسخة قديمة، وعمال بتضغط عليه علشان يبقى ايفون مثلا، لا، صعب عليه. بروسيسور قد كده عايز تضغط عليه عشان يبقى قد كده، فصعب. فالتسليم هو الوعي العالي، الإدراك العالي، التفهم إنه في حاجات كتير قوي على بال ما وصلت لي دلوقتي هي مرت بحاجات كتير كانوا ورا بعض، كانوا يعني عبارة عن حاجات كده فوق بعضها لحد ما أنا وصل لي النسخة النهائية اللي أنا شايفها. طيب، أحداث بتحصل غير متوقعة، أمراض، خسارة، ناس وحشة بتظهر في حياتي، ناس مستغلة، عدم إنجاز، إخفاقات، حاجات خططت لها ومشيتش زي ما أنا عايز. إزاي هسلم لكل ده؟ صعب قوي، أنا مش قادر أسلم لكل ده.
التسليم زي ما قلت هو وعي عالي وإدراك عالي قوي إنه الحاجات اللي عمالة تتسدد في وشك دي هي حاجات مش كويسة بالنسبة لك. وده اللي تم ذكره في سورة الكهف في قصة موسى مع العبد الصالح. فكان سيدنا موسى كان معترض على كل حاجة بيعملها الخضر أو العبد الصالح، كان معترض تماما. وهو كان عمال بيقول له إيه؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنت مش شايف الصورة كلها؟ مش شايف الملك الظالم اللي عايز ياخد السفينة غصب عن أصحابها عشان هم ضعفة وملهمش ظهر، فأنا خرمت لهم السفينة دي عشان خاطر هو يشوفها معيوبة فيسيبها لهم. انت ادراكك وعيك مش شايف الصورة كاملة. تمام؟ فاحنا ممكن يحصل اثناء سفينة الحياة بتاعتنا لا اتخرم فيها خرم، بدأ يحصل تسريب، بدأنا نحس بعدم توازن، بدأنا ان احنا نحس ان احنا حياتنا مش ماشية بالشكل اللي احنا عايزينه، فبدأنا نخاف وبدأنا نقلق. على قد ما هو الخوف ده هو اللي هيخلينا نبذل مجهود وندور على المشكلة فين ونتكاتف مع بعض ونتعاون مع بعض ونبقى ايد واحدة ان احنا نطلع من المشكلة اللي احنا فيها، على قد ما برضو المشكلة دي ممكن تبقى سبب لنجاتك من حاجة تانية انت لا شايفها ولا متخيلها ولا عارفها ولا فاهمها في الوقت الحالي. ممكن تظهر لك بعدين وتعرفها وممكن لا. ممكن اشارككم حاجة هي يعني غريبة شوية، بس هي قصة حكيت لي عن حد هو كان نازل رايح مشوار سفر، هيركب عربية مع واحد صاحبه رايحين بلد تاني. تمام؟ في ايام ما كانش فيها تليفونات في البيوت، زمان قوي ما كانش فيه ايه موضوع ما كانش فيه قصدي غير تليفونات البيوت، وما كانش فيه موضوع الموبايلات ده. تمام؟ فهو متفق انه هيتقابل هو وصاحبه بعد صلاة الفجر على طول وهيطلعوا على مدينة تانية. فزوجة الشخص ده بتقول له ايه؟ بتقول له استنى انا عامله لك فطار. لا مش هتنزل غير لما تاكل، السفر طويل قوي لازم تاكل لك حاجه. وقت الحيل عليه المهم ايه؟ اكل ونزل فتاخر شويه، فعشان ما فيش موضوع تليفون وكذا اتاكد ان صاحبه جاي، فالراجل اللي كان مستنيه ايه؟ مشى. روح بقى الزوج عينيه بتطق شرار، دخل قعد بقى يزعق ويتخانق، انت عطلتيني، كان لازم يعني تاكليني مش عارف ايه، وكان لازم الكلام وانا كان زماني نزلت، واصلا احنا في مكان نائي وفين وفين لما عربيه تكون نازله او يعني نازله المكان اللي انا عايزه اروحه. المهم بعد كام ساعه كده يوصل خبر ان العربيه بتاعت صاحبه عملت حادثه والراجل مات. بس هو حاجه سيئة أنا شفتها إنها سيئة وفاتني العربية وفاتني إن أنا كنت أنزل المشوار دوت، وربنا نجاني من حاجة تانية أصعب بكتير. فالزوجة بتحكي بتقول أنا كل ما ألاقيه متضايق عشان حاجة فاتته أفكره بالموقف ده، إنه ممكن حاجة تفوتنا عشان خاطر رحمة ربنا بينا إنه ما يحصلناش مشكلة تانية. في أوقات حاجات بتفوتنا او حاجات ومشاكل بتحصل لنا عشان نتعلم اكتر، عشان نبقى اشطر. حاجات بتقف قصادنا، حاجات بتبقى صعبة علينا علشان انا ابذل مجهود اكبر في اني افهم اكتر، فلما افهم وابقى اشطر يجي حد تاني اقدر افيده، او انا نفسي كل ما اتعلم اكتر يبقى ليا قيمة اكبر. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طب العلم ده هيجي منين اذا كنت انا طول الوقت قاعد في حياتي مفيش اي مشاكل بتواجهني؟
طول الوقت الدنيا معايا سهلة جدا. ايه اللي هيحفزني ان انا اقوم اتعلم حاجة، اعرف حاجة جديدة؟ طبيعتنا لو لقينا الراحة هنريح على الاخر. دي طبيعة البني ادم. الانسان اصلا بيسعى للراحة، بدليل انه عمل العربية عشان خاطر يرتاح، وعمل التكييف عشان خاطر يرتاح، وعمل التلاجة. كل حاجة هو عملها عشان خاطر يرتاح، عشان خاطر بيحب الراحة. انا مش قادر امشي مسافات طويلة فهعمل عربية. تمام. ففكرة ان الانسان تبقى حياته كلها راحة من غير مشاكل مش هتحفزه ان هو يبتكر. لو مفيش الضلمة ما كانش ده حفز البني ادم انه يخترع اللمبة. فلما اخترع اللمبة دي هي سبب ان الموبايل اللي انا بتكلم منه دلوقتي موجود اصلا. الموبايل ده عبارة عن لمبة اصلا. فلو اديسون ما كانش حاسس ان في مشكلة ان مفيش لمبة فاختراعها، ما كانش بقى عندنا تلفزيونات ولا موبايلات دلوقتي، ولا اي حاجة فيها شاشات اصلا. الموضوع اكبر بكتير من فكرة لمبة بتنور. طيب ايه اللي حفز اديسون ان هو يعمل اللمبة؟ لان هو في يوم من الايام والدته كانت تعبانة وراح بيها المستشفى، والمستشفى كانت ضلمة، وبسبب ان مفيش نور، مصدر نور، هو ما لحقوش والدته. هو كان بيحبها جدا ومتعلق بيها. حط الموضوع في دماغه وقرر ان هو يعمل اللمبة. لازم يكون في لمبة، لازم يكون في مصدر اضاءة. فانا عشان ازود يقيني وتسليمي لاحداث الحياة محتاج ان انا ابقى ذو حكمة عالية، وعشان اكون ذو حكمة عالية محتاج اكون ذو وعي عالي، وان انا ابص للدنيا دايما من فوق. في حاجة كمان ممكن تساعدنا على التسليم اكتر، ان احنا رسائل في حياة بعض ودروس في حياة بعض، وان في ناس بيظهروا في حياتنا عشان هم ليهم رسالة معينة انا محتاج اتعلمها. يعني رسالة الشخص النرجسي اللي بيحب نفسه لما بيظهر في حياتي بيبقى جاي يعلمني ايه؟ يعلمني احب نفسي، يعلمني ان انا اخد بالي من نفسي، يعلمني ان انا اقدر نفسي. رسالة الشخص المستغل سواء ماديا او عاطفيا جاي يعلمني ايه؟ جاي يعلمني ان انا اتعاطف مع نفسي الاول، جاي يعلمني ان انا ما بقاش دايما العطاء بتاعي ملوش حساب. طيب رسالة الشخص اللي بيخذلني، اعتمدت عليه بس هو خذلني، جاي يقول ايه؟ جاي يعلمك ايه؟ جاي يعلمك ان انت ما تخذلش نفسك. انت بتخذل نفسك، بتديلها وعود وما بتكملهاش، ما بتحافظش على صحتك، بتبقى مش انت السند لنفسك اصلا، مستني سند من بره وانت ما بتسندش نفسك بنفسك، ما بتستثمرش في امكانياتك كلها الحقيقية. فانت بيجيلك شخص يخذلك عشان انت ترجع تسند نفسك وتنصرها وتقف جنبها وتبقى انت السند ليها. فالاشخاص اللي بتمر في حياتنا بتبقى جاية لنا دروس، اللي هم الاشخاص سواء على فكرة كويسين او وحشين. يعني هل احنا بنتضايق بس من الناس السلبية؟ طب والناس الايجابية الدروس ازاي؟ عشان الشخص الايجابي اللي بيمر في حياتك جاي يديلك درس برضو في ان انت ما تتعلقش. الله صديقة حلوة جدا واتعلق بيها، واول ما مثلا ما يحصل اي حاجة تتنقل من مكان لمكان، ما تبقاش موجودة، تغيب عليا شوية، بقى خلاص بقى كأن انا ما فيش في الدنيا غيرها. فالاشخاص الكويسين جدا جايين يعلمونا ان احنا ما نتعلقش. يعني ايه ما نتعلقش؟ يعني الحمد لله ان في الدنيا ناس كويسة، بنمتن للخالق، خالق الناس الكويسين، بمتن للخالق نفسه، هو الاصل، هو اللي مديني الاشخاص يحبوني، فبمتن ليه هو.
فببقى عايش في حرية من جوايا بان انا ما اتعلقش. طيب الشخصيات الكويسين في حياتنا بيبقى ليهم رسالة ايه تاني؟ بانه ممكن يوريني الحاجات الحلوة اللي فيا اللي انا مش شايفها اصلا. في اشخاص بيمروا في حياتنا على شكل معلم، ان هو جاي يقولي يعلمني حاجة بكل لطف وبكل حب، بيعلمني ان انا عندي امكانيات انت لسه ما استخدمتهاش، في حاجات انت لسه محتاج تكون فيها احسن. فالاشخاص اللي بيمروا في حياتنا بيبقوا دروس. انا بقى لو انا عايش في التسليم وفاهم بقى بالوعي العالي ده، لما يجي حد حلو في حياتي مش هتعلق بيه وابقى خايف انه يضيع مني. لا، انت هدية من الخالق، والخالق وهاب كريم. فهبقى عايش دايما في حالة توازن ومطمن وهادي، وربنا يحافظ لك عليه اكتر كده على فكرة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. انا كل ما امتن للخالق على الناس الكويسين في حياتي كل ما ربنا يبارك لي فيهم. ده وعد من ربنا، انا مش كلام انا، ده مش كلامي انا. ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب لا اتعلقت بيه قوي وبقى هو عندي اهم من نفسي وبقيت بفضله على نفسي، هتبقى المشاكل، هيبقى هو دايما سبب المشاكل وسبب النكد. لان انا مش مطلوب مني ان انا احب حد اكتر من نفسي او افضل حد على نفسي اساسا. طيب والناس السلبيين رسالتهم ايه؟ هما جايين يعلمونا الصبر بس. الناس اللي تحت اللي مشغلين اغاني واحنا شغالين بنصور عادي يعني. فرسالتهم ايه؟ انه ممكن عادي نصور واحنا الدنيا دوشه، تمام، وان احنا يعني ان احنا ممكن لو احنا نتكلم عن حاجه بشغف وبحب والمستمع ليا بيسمعني بمشاعره وبقلبه، ممكن فعلا ما يبقاش حاسس او شايف ان في اي تشويش موجود، فيبقى مركز ووصله له الرساله كويس. بالنسبه للضغط النفسي اللي انا نفسي بحط نفسي فيه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بحط لنفسي توقعات عاليه قوي، انتي لازم تنجزي اكتر من كده، انتي لازم تبقي اشطر من الناس التانيين، انتي بقالك شهرين شغاله في الشغل وما خلصتيش الحاجات اللي المفروض تخلصيها، فلان الفلاني سابقك، ما دخلتيش ولا دي للشركه. ده السؤال اللي اتسأل اثناء جلسة الفاميليا عن ازاي انا ابطل اضغط نفسي بنفسي، او هي كانت امنيتها اني ابطل ان انا اضغط نفسي بنفسي وان انا اتطلع للنجاح من غير ما اكون مضغوطة. طيب هو البني ادم ممكن يكون عدو نفسه؟ هو مش ممكن، هو ده اكيد. البني ادم هو اكتر عدو لنفسه عن طريق انه بيأذي نفسه بكلام سلبي، بيفكر في نفسه بشكل دوني، مش بيقدر نفسه ولا بيشوفها بقيمتها الحقيقية، بيحمل نفسه فوق طاقته، بيحكم على نفسه من غير ما يكون رحيم بيها ويبقى منطقي في الحكم عليها، اللي هو انا ما وصلتش للحاجة الفلانية نتيجة 1 2 3، في ظروف معينة تجمعت غير فكرة ان انا اكون مقصر، تمام، وصلتني لده. طيب وافرض بقى ان انا مقصر بجد، ما انا لو فكرت كده هبدأ بقى انام في الخط وهفضل بقى وهسيب لنفسي بقى ايه وهبقى كسلان. ما هو مش يا اما كده يا اما كده. لو انا درست الموضوع كويس من كل الجوانب، جبت ورقة وقلم وكتبت كل الاسباب اللي موصلاني للعائق اللي قدامي دلوقتي، وطلع من ضمنها ان انا في عندي خلل ما، تمام، انا لازم اشتغل عليه. ممكن يكون خلل في المعرفة، معلومات انا لسه مش عارفة فلازم اتعلمها، كورسات انا لازم اخدها، ناس عندهم خبرة اكتر مني محتاجة اسألهم، تمام. فبدل
ما احط على نفسي واضغطها واتهمها بالتقصير، فانا اسال نفسي ايه الحل، ازاي اطلع من جوه حله الضغط اللي انا حطيت نفسي جواها. تمام. فعشان ابطل اضغط نفسي بنفسي، انا محتاج ان انا ابقى دايما عندي ادراك ووعي عالي لازاي وصلت للي انا فيه دلوقتي بالورقه والقلم. يبقى اي مشكله عشان خاطر نعرف نحلها لازم ندرسها كويس ونشوفها من كل الجوانب، وبعدين نمسك سبب نشوف ازاي ان ممكن نحط له حلول محتمله، وبعدين بنختار الحل المناسب اللي اقدر استخدمه في الوقت الحالي اللي على قد امكانياتي وعلى قد ظروفي. تمام. طيب نيجي للسؤال اللي اتطرح بعد كده، او الامنيه اللي اتطرحت بعد كده، الحاجه اللي انت مش عايز تدخل بيها 2025. في حد قال انا عايز ابطل تفكير كتير. دماغي طول الوقت عمال يفكر 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 ويحسبها 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 ويحسبها، على المخدة بفكر، صاحي بفكر، نايم بفكر، باكل بفكر. ارهاق، طبعا ارهاق ان انا عمال طول الوقت عمال افكر، طب يا ترى لو حصل كذا هيحصل كذا، طب لو حصل كذا هيحصل كذا. طبعا المخ طبيعته انه لازم يفكر، ولكن تدريبه انه يفكر بشكل منظم ده هيبقى في صالحه جدا. يعني انا في ناس هم اصلا مفكرين. يعني ايه مفكرين؟ يعني هو طبيعته بيفكر، وطبيعته لما بيفكر بيطلع حاجات تفيد الناس. فاذا انا مخي عمال بيفكر كتير وبيرهقني، لا هجيب ورقه وقلم بقى، معلش ورقه وقلم كده، تمام، واطلع الافكار اللي انا بفكر فيها، لانه لما هتطلع ومخي هيشوفها مكتوبه على ورقه قدامه هيبدا يهدى، هيبدا يحس العقل الباطن بتاعك ان انت بدات تسمعه. هو عمال بيكلمك وانت مش فاهمه، ماشي، بيعبر لك عن مخاوفه وانت مش فاهمه، انت عمال تقاومه تقول له ايه بس بقى بطل تفكير مش عارف ايه، هيفكر اكتر لانك مش عارف تتحاور معاه، مش عارف تاخد وتدي معاه اساسا. تمام. فانا هعمل ايه؟ هقول له لا ما تقلقش، انا واخد بالي منك ومركز انت عايز تقول لي ايه، تعالى لي هنا، انت عايز تقول ايه؟ والله انا خايف من الحاجه الفلانيه، وخايف من كذا، وخايف من كذا، وتعرضت لكذا، وشفت كذا، ولما حسبتها انا في مش عارف المشكله الفلانيه ممكن تحصل. اكتب كل ده عشان اول رساله اقولها له اقول له ما تخافش، انا سامعك، اللي انت بتقوله انا معاك فيه. تمام. يبقى ده اول حاجه انا عايزه اوصلها لعقلي الباطن لما يبدا يكلمني كتير، لما يبدا يطلع افكار كتير. ثم همسك فكره و احط لها الحلول اللي في ايدي. والله انا قصاد الفكره، واكتب قصاد الحاجه الفلانيه، المشكله الفلانيه لو حصلت انا ممكن اعمل 1 2 3، لو حصلت المشكله الفلانيه انا هعمل 1 2 3. طيب لو في مشكله حاسس ان انا مش لاقي لها حل دلوقتي، هيجي ساعتها لحظه التسليم لله بقى، الكلام اللي احنا قلناه في اول الفيديو. خلاص انا لو واصل لمرحله ان انا في مشكله انا مش شايف لها دلوقتي حل، هو في عند ربنا حل، انت لسه انت اللي مش شايفه، فساعتها بيجي دور التسليم لله. يا جماعه احنا ما ينفعش ان احنا ننسى احنا جايين الارض ليه من الاول. احنا جايين من الاول خالص 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 نتيجه رغبه من الخالق ان هو يخلق انسان ذو اراده يعبده بارادته وليس جبر. يعني نختاره ان احنا نختار ربنا من غير ما نكون مجبرين. تمام. زي الملائكه هم مجبرين على الطاعه، احنا لا، احنا طبيعتنا مختلفه، وان احنا اصلا مخيرين وبنقعد نفكر ونقعد نسأل أسئلة وجودية ودماغنا تروح وتيجي ونبحث ونعرف ونطلع الفضاء وندرس علوم ومش عارف ايه وبتاع، عشان في الاخر نقول ايه؟ يا سبحان الله، ده بجد ده فعلا سبحان الله، الكون ده له خالق. فهو ربنا حكمته في خلقنا كده. هنقعد نتفكر في النفس الإنسانية وقد ايه هي
عميقة جدا وقد ايه فيها اسرار كتير. العقل فيه معجزات رهيبة. العلم ما بيخلص والإنسان مش بيبطل يطلع اختراعات وأفكار. فاحنا من الأول خالص، من أول ما اتخلقنا، الهدف من خلقنا إن احنا نوصل لربنا بعقلنا بتفكيرنا. وأثناء ما احنا بنفكر أكيد هنشت شوية، هنرجع شوية، يعني مش طول الوقت هنفضل يعني في صعوبة. هو مش سهل ان انت تبقى ماشي طول الوقت على الصراط المستقيم. في مجاهده كتير، والصعوبات اللي بنتحط فيها هي عشان خاطر تضغط علينا ان احنا نتعلم اكتر. علشان احل مشكله مسببه لي ارق ومش لاقي لها حل، وفكرت بكل الطرق المنطقيه واستخدمت الورقه وسالت الخبراء وبحثت وجبت الحلول وحطيت كل حاجه، طلع لي مشكله انا مش لاقي لها حل. خلاص عكس. ساعتها ايه؟ ساعتها مفيش بقى غير التسليم لله، وان انا بتوكل على الله حق توكله. يعني خلاص يا رب انا خلاص عملت كل اللي عليا، مش لاقي حل. ساعتها بيظهر الحل سبحان الله من حيث لا نحتسب. سبحان الله يعني. واعتقد ان كل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي في مواقف حصل كده في حياتهم، ان هما في حاجات هم قعدوا يفكروا فيها كتير ويحاولوا فيها كتير، وبعدين فجأة اتحلت من حتة هم مش متخيلينها خالص بمجرد ما عاشوا التسليم. خلاص. فإذا حل التفكير الكتير انه انا ممكن اكون شخص اصلا بطبيعتي مفكر، فيكون في انا وانا بسجل الافكار بتاعتي دي، وعن طريق ان انا ادور على حلول ليها، انا بعد كده ممكن اساعد ناس تانية. تمام. اثناء ما انا ببحث وبدور وكذا بقى عندي معلومات، بقى في حد بيسالني اقول له والله انا بحثت في الموضوع الفلاني وعرفت كذا وكذا وكذا، وتبقى فعلا شخص مفيد، شخص بيأدي رسالته بسبب مشكلتك وبسبب ان انت عمال تدور على حل. بقى عندك معلومات تساعد ناس تانية، تكون سبب في يوم من الايام ان حد يقول الحمد لله من قلبه علشان انت عرفته حاجة ما كانش يعرفها. يقول يا رب شكرا ان انت بعتلي الشخص الفلاني في الوقت المناسب، قال لي معلومة ساعدتني. انت كده بقيت سبب في الامتنان للخالق. فانت المشاكل اللي بتقابلها في حياتك ممكن تبقى سبب كبير قوي الخير بعدين ليك والناس تانية. ممكن تكون السبب ان هي تطورك للأحسن، تعلمك اكتر، وبعد ما تتعلم تبقى ذو قدر عالي. الناس اللي مرت بمشاكل في حياتها ودورت وتعلمت وبقى عندها خبرات عالية، بقى هم دولت اللي لما يبقوا موجودين في مكان بيتم التوجه ليهم بالمشورة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمام. فانت انا جاي اسألك عشان انت عندك خبرة، انا محتاج رأيك، هتلاقي انه ده بيعود عليك بالنفع بعد كده. ان الحاجات الصعبة اللي انت مريت بيها في حياتك خلتك مميز في ان انت بقى عندك معلومات وخبرة. تمام. فاذا الورقة والقلم، اكتب افكاري، اطلع الحلول المحتملة للأفكار دي وإيه منها المناسب اللي أقدر عليه. الكلام اللي بكلمكم فيه ده اسمه التخطيط الاستراتيجي، اسمه كده. تمام. بعديها ببدأ أنفذ المتاح، وبشوف إيه الحاجات اللي ناقصني فيها خبرة وأسأل فيها وأتعلمها، والحاجات اللي خلاص قفلت خالص أسلم أمرها لله بكل سلام وبكل هدوء، لأنه هو قادر انه يحللي المشكلة دي، ومديني وعد ان انا بمجرد ما اسلم هو هيحلها لي. الخوف من حاجات مش مفهومة. في ناس عندها فوبيات من الاماكن العالية، في ناس عندها فوبيات من الثقوب يعني الخروم اللي بتبقى في الحيطة. في حد قال انا بخاف اساسا اعمل ثقب في الحيطة عشان اعلق برواز، عشان بيتهيألي كده ان ممكن الحيطة تقع.
في ناس بتخاف من القطط أو الحيوانات بشكل عام، في ناس طبعا بتخاف من الضلمة وهكذا. الخوف من حاجات أنا مش فاهم أنا خايف منها ليه، ده بيبقى سببه إن أنا اتعرضت لحاجة، الحاجة دي كانت فوق مستوى توقعاتي، كانت يعني زي اتخضيت قوي. يعني مثلا أنا وأنا صغير اتعرضت إن في قطة كنت بلعب معاها، راحت القطة دي مخربشاني وأنا مكنتش متوقع ده، فهطلع بخاف من القطط. تمام. إن أنا اتعرضت مثلا لموقف في الدنيا مثلا ضلمت عليا، أو إن أنا صحيت من النوم لقيت نفسي لوحدي وماما مش موجودة. مواقف حصلت وأنا صغير، المواقف دي اتخزنت عندي في العقل الباطن بتاعي، نسيت الموقف ولكن لسه الخوف موجود، بمجرد ما بيحصل لي حاجة مشابهة بلاقي نفسي اترعبت. يعني افتكر حد كان بيقول انه بقى بيخاف من الحصينة جدا، لان وهي طفلة صغيرة كانت بتلعب، وبعدين وهي بتلعب في وسط خيل او في مكان يعني فيه خيل، فجأة لقت الحصان بتبص لفوق، لقيت الحصان باصص لها من فوق كده. المنظر دوت رعبها جدا، الشكل ده رعبها، اللي هو وش حصان في وشها. فمن ساعتها بقت عندها فوبيا من الحصانة، لما تشوفهم بتترعب. طيب ايه الحل مع الخوف من اشياء غير مفهومة؟ الحل ان انا الاول ابقى مدرك انه ده شيء اتخزن عندي في العقل اللاواعي واتربط بالمشاعر، وهو ده اللي بيخليه فجأة بيظهر لما بس بيلوح المثير لهذا الخوف. تمام. حصل حاجة اسمها ارتباط شرطي مع المثير ده، ان هو بيسبب لي خوف، ودي حاجة بتحصل على مستوى العقل اللاواعي. طيب بنعالجها ازاي؟ بنعالجها بحاجة اسمها التعرض التدريجي. يعني ايه التعرض التدريجي؟ يعني حل الخوف دايما المواجهة. حد كان بيخاف من السواقة في الطرق الواسعة، انا ببقى حاسس ان في اي وقت ممكن في عربية تخبطني، او لما بشوف عربية جاية بسرعة في المراية بحس ان انا مرعوب. الحل ان انت تسوق مرة ربع ساعة وحد تاني يكمل في الطريق ده، نص ساعة وبعدين حد تاني يكمل، تسوق مسافات قصيرة بالتدريج على قد قدرتك، وبعدين حد تاني يكمل معاك لحد ما تبدأ تكسر الخوف ده واحدة واحدة. حد بيخاف انه يعدي من الأنفاق، يجيب معاه حد يبدأ يعدي النفق لحد مثلا أوله أو نصه، وفي حد تاني مستنيه بره وبعدين يدخل ويكمل معاه للآخر، وبعدين بالتدريج لحد ما في مرة يعدي النفق كله للآخر لوحده. تمام. حد بيخاف من الضلمة، ما بينامش خالص في الضلمة، هتجرب تقعد 5 دقايق في الضلمة، وبعدين تفتح النور عادي وتنام. تاني يوم تقعد 10 دقايق في الضلمة، وبعدين تفتح النور عادي وتنام، وبعدين وهكذا بالتدريج لحد ما في مرة انت وصلت لمرحلة انك قدرت تطفي النور لمدة نص ساعة وبدأت بالفعل تدخل في النوم. فهيبقى بالتدريج. ده الحل مع الخوف. الخوف حله دايما المواجهة، ان انا ما استسلملهوش، انه يفضل مسيطر عليا مادام هو غير منطقي. لكن لو منطقي فانا عندي حق ان انا اكون خايف، عندي حق ان انا اكون حذر علشان خاطر ما تأذيش. تمام. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، الأصوات العالية. الأصوات العالية مزعجة جدا بالنسبة لي، مش بستحمل الأصوات العالية خالص. ده معناه ان انت جهازك العصبي اصلا مستنفر باستمرار، يعني مستثار، يعني طول الوقت مخك ده بيغلي ما بيرتاحش، تفكير على طول، قلق على طول، توتر على طول.
فمش مستحمل كمان حاجة زيادة. لما بسمع حد بيتكلم بصوت عالي ما بستحملش، لما بسمع موسيقى عالية ما بستحملش. أنا عقلي تعبان، مضغوط، ما بنامش كويس، بشرب قهوة وشاي كتير ومنبهات كتيرة، فعقلي مستيقظ بزيادة، مش مستحمل حاجة زيادة. في حاجات برضو لازم ننتبه لها، ان بالفعل في اصوات مزعجة جدا، في نغمات هي اساسا مؤذية للأذن. فناخد بالنا برضو ان مش اي حاجة نسمعها. لو في حاجة سمعناها حسينا ان هي تعبتنا فما ينفعش نكمل فيها. في حاجة اسمها حساسية الأصوات. يعني ايه حساسية الأصوات؟ في ناس بيبقى عندهم معالجة حسية غير الناس الطبيعية، بيبقى في تردد معين هم عندهم حساسية منه. أنا شخصيا عندي المشكلة دي، إن أنا عندي ترددات معينة لما بتبقى موجودة في أغنية ما بطيقش أسمعها، حتى لو أنا ريلاكسد وتمام وزي الفل ومش ضغط نفسي. بس أنا عندي المشكلة دي، إن أنا في أصوات معينة وموسيقى معينة بحس كده بإنه لا، ده بتأذي مخي قوي، بتضايقني قوي، بتعصبني جدا. خاصة النغمات اللي هي رفيعة خالص، اللي هي بيستخدموها مثلا في أغاني الأطفال، الحاجات بنسميها مسرسعة دي، صعبة جدا عليا، ما استحملهاش. ف فالأسباب كتيرة، بس لو أنا اتعرفت على السبب، يعني لو هو إن أنا جهاز عصبي محتاج يرتاح، فأنا محتاج مثلا أبدل الشاي والقهوة، إن أنا أشرب حاجات تهديني، إن أنا أفصل خلال اليوم، مفضلش طول الوقت في شغل. يجيلي وقت كده أقوم مشغل مثلا حاجة هادية، أو أحاول إن أنا أغمض عيني شوية وأفصل عن الناس خالص بحيث أعصابي تهدى. في ناس أصلا طبيعتها حساسة، يعني الأشخاص الحساسة اللي هم تلاقيهم أصلا طبيعتهم بيحسوا بالناس بزيادة ومرهفين كده، وتلاقيهم طيبين قوي بزيادة. دول بتلاقيهم ما بيستحملوش الأصوات العالية، برضو بيبقى ده جزء من سماتهم الشخصية. تمام؟ فأنت شوف نفسك أنت مين في كل دول، وابدأ اتعامل مع الموضوع بالراحة، بحيث إنه لو أنا في أصوات معينة عندي حساسية منها أتجنبها. لو أنا محتاج إن أنا أكشف أنف وأذن وأتأكد من إن السمع بتاعي كويس، أو إنه ما عنديش مثلا مشكلة هي اللي مسببة لي حساسية الأصوات، برضه ده مهم. تمام؟ إن أنا أساسا مضغوط، ما بنامش كويس، أنا محتاجة أنام كويس، محتاجة أقلل منبهات، وهكذا. فأنا بعرف السبب الأول عشان أقدر أقدم لنفسي الحل المناسب. أنا كده خلصت الحلقة. بشكر جدا الفاميليا إن هم سبب اللي ألهموني الأفكار، وبشكر كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، وكل سنة وانتم طيبين. وحقيقي بتمنى لكم من كل قلبي سنة جديدة كلها خير وبركة وسلام وشفاء ووفرة وكل حاجة حلوة يا رب. اللهم آمين.